بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أخواتي، مرحبا بكم في قناتي من مطبخ أم عبد الرؤوف. وصفة اليوم راح تكون لي بانكيك اللي يحبوها بزاف الأطفال كلمجة في المدرسة. نمر مباشرة لمقادير هذه الوصفة. نحتاج فيها نصف كأس زيت، بيضة، 2 كؤوس حليب دافئ، 2 كؤوس ونصف فرينة مغربلة، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة فانيليا، ونصف كأس سكر. أنا كنت عوضته بعسل التمر مصنوع في المنزل. نبداو على بركة الله. نحط أولا الحليب، 2 كؤوس حليب، نحط مع الحليب أولا ملعقة صغيرة ملح، نضيف نصف كأس عسل التمر اللي كنت صنعته في المنزل، والوصفة نتاعو راح نحطها بإذن الله في القناة. هي في الوصفة الأصلية يعني نصف كأس سكر، أنا عوضته بعسل التمر لأنه صحي أكثر من السكر الأبيض. ونخلط، راح يعطينا أيضا هذا العسل هذا يعطينا لون قريب للون الشوكولا. نضيف أيضا ملعقة الفانيليا ونكمل الخلط. نضيف نصف كأس من الزيت النباتي، ونكمل الخلط بالمضرب اليدوي. نضيف بيضة، ونخفق الخليط. يعني أنا استعملت المضرب اليدوي، اللي عندها يعني المضرب الكهربائي تستعمله. نضيف نصف كأس نتاع الفرينة، ونضيف فوقها الكيس الخميرة الكيميائية، ونكمل الخفق. في الأخير نضيف 2 كؤوس الفرينة الباقية، ونخلط جيدا الخليط. بعد ما نخلطه جيدا نحط الخليط هذا على جنب مدة 10 دقائق. بعد ما حطينا هذاك الخليط يرتاح لمدة 10 دقائق، نكون أنا سخنت المقلاة. يعني من الأحسن تكون مقلاة ما تلصقش، وعلى نار هادية جدا باش لي بانكيك تاعنا يطيبوا بعقلهم ويطيبوا من الداخل، ما يقعدوش هكاك عجين. كيما راكم تشوفوا في الحبات، اني درت حبات صغار، القطر نتاعها حوالي 10 سنتيمتر، باش يكونوا سهلين يعني يحملوهم الأطفال كلمجة إلى المدرسة. نحطوا كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة هذه. نستناوهم حتى كيديروا الثقب. هنا حبات البانكيك رانا نشوفوا فيهم بداو يتثقبوا، يعني بدا يدخلهم الطياب مليح. نزيدو نسناو عليهم كيما راكم تشوفوا الان راهم ثقبوا كامل.
نقلبوهم الجهة الأخرى، يكونوا حُمر من الجهة الثانية، يعني ياخذوا اللون هذاك الذهبي المايل إلى البني. هذا اللون اللي خداهم هذا الpancake هذا هو اللون اللي بغيناهم يكونوا من تحت ومن فوق. هنا الpancake تاعنا راهو طايب ونحيناهم يبردوا شوية، وأنا كنت زينتهم بصلصة الشوكولا مرفوقة بحبات التوت البري الأسود. يعني لكم الاختيار، اللي بغى يدير شوكولا، اللي بغى يدير العسل، على حسب الذوق نتاع الأطفال. بصحتكم اللي جربت الوصفة، بصحتكم. وما تنسوناش بدعم القناة باللايك والاشتراك في القناة، خلّيوا لي تعليقاتكم في الأسفل اللي جربت الوصفة، وسلام.